السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاج الاستثمار الداجني، حلويات لوحات التحكم الأربع مرحلة الخاصة بفصل الصيف. احنا ان شاء الله لما نزلنا الفيديو اللي هو اللوحة دي بفضل الله الطلبات او الكميات بفضل الله كانت ممتازة. يعني ان شاء الله دي 3 لوحات طالعين شحن. لوحة لأحد عملائنا في محافظة سوهاج أستاذ منتصر، ودي لوحة للأستاذ محمد أحمد محافظة الإسكندرية، ودي لوحة أستاذ محمود محافظة جنة. طبعا ال3 لوحات دول نفس السيستم ونفس التفاصيل. طبعا احنا دلوقتي هنشرح واحدة ليهم هما ال3، ولان هما طلبوا مني فيديو ازاي يشغل اللوحة وايه الاوبشنات اللي فيها والخيارات اللي فيها. طبعا احنا هنا كاتبين على المخارج بتاعتها، كل مخرج كاتبين عليه كاتبين عليه الشغل او المرحلة اللي هيشتغل عليها السلك. هنشرح مع بعض بالتفصيل ازاي اللوحة دي بتشتغل وازاي بنتحكم فيها. اللوحة دي زي ما احنا قلنا 4 مرحلة. مرحلة الغواطس، ومرحلة شفاطات التبريد الخاصة بالغواطس أو الخاصة بخلايا التبريد، ومرحلة التهوية اللي هي بتكون شفاطات التهوية وبتكون وبتكون الفانات معايا. طبعا ناخد بالنا من حاجة، المخرج ده أنا كاتب لك تهوية أحمال عالية. يعني لو أنت هتوصل شفاط تهوي بيه، وشفاط ده مثلا قدرته عالية وصله في المخرج ده، ولو هتوصل فانات تهوية هتوصلها في المخرج اللي هو مكتوب عليه الفانات. لكن الغواطس هنا مخرجها ثابت، والشفاطات التبريد اللي هي الاتحاد الاوروبي وليكن بيبقى مخرجها ثابت برضو. لكن في التهوية لو انت هتهوي بشفاط مثلا تهوية وعندك شفاط مثلا مطبخ او شفاط اكبر من كده، وصله في المخرج ده لان ده متوصل على الكونتاكتور فهيديك حمل اعلى. طيب طبعا احنا هنا اللوحة معايا آه لمبتين بيان، لمبة خاصة بشفاطات التبريد ولمبة خاصة بالغواطس، ودول اكتر حاجتين احنا بنشتغل عليهم. طبعا احنا هنا عاملين مفتاح سلكتور، تمام. مفتاح سلكتور لشفاطات التبريد، مفتاح سلكتور لمين للغواطس. وطبعا ده التايمر بتاع تجديد الهواء، وده التايمر الخاص بمين الخاص بالخلية. طيب لو انا عمل المفتاح كده السلكتور، لو انا عملته كده زيرو كده المفتاح فاصل. لو انا عملت المفتاح كده مفتاح الشفاطات، لو انا عملته على حرف الايه كده الشفاط هيشتغل اوتوماتيك، هيشتغل اوتوماتيك على الترموستات. يبقى شفاط التبريد هيشتغل امتى في الحالة دي؟ هيشتغل لما الترموستات تدي امر كول. طب هو دلوقتي فاصل اهو. ليه فاصل؟ لان الشاشة مدية امر هيت. طيب نخلي الشاشة كده تدي امر كول ونشوف ايه اللي هيحصل. او ايه اللي حصل؟ الشفاط التبريد اشتغل. ليه اشتغل؟ لان انا عامله اوتوماتيك، فبالتالي الشفاط هيشتغل لما الشاشة تبقى واخدة امر تبريد. طيب لو انا عملت المفتاح كده، لو انا عملت المفتاح كده كده المفتاح هيشتغل مانيوال. يعني الشفاط كده شغال اهو، بغض النظر عن ان اللوحة شغالة هيت ولا شغالة كول. يعني ولنفترض هنخلي اللوحة تدي امر هيت ونشوف الكلام صح ولا غلط. طيب كده الشاشة كده الشاشة بتدي امر هيت، يعني معنى كده ان اللوحة بتدفي، لكن الشفاط شغال. ليه يا باشا؟ لانك انت عامله عامله مانيوال. طيب كذلك الامر في الغواطس. طيب الغاطس لو انا عملت مفتاح الغاطس اوتوماتيك، كده الغاطس كده الغاطس هيشتغل على التايمر، تمام. ولو عملت مفتاح الغاطس مانيوال كده الغاطس هيشتغل على مين؟ هيشتغل على الترموستات. طيب نشوف مشوار الغاطس كده ونوضح اكتر. طيب احنا هنخلي اللوحة تدي امر امر كول عشان نشوف الدنيا ماشية ازاي. طيب كده احنا قلنا كده احنا قلنا ان الغاطس مفتاح الغاطس شغال شغال مانيوال. معنى كده ان الغاطس شغال على الترموستات على طول، شغال على الترموستات على طول من غير وقت، فبالتالي لمبة الغاطس شغالة على طول رغم ان التايمر بيعد، بس التايمر بيعد. لكن انا هنا عامل مفتاح الغواطس ان هو يشتغل مانيوال، فبالتالي الغاطس هيشتغل على الترموستات بغض النظر عن عن الوقت بتاع التايمر. طب لو انا عملت المفتاح كده ناخد بالنا، الغاطس هيشتغل 11 ثانية ويفصل 10 ثواني. هو دلوقتي 10 ثواني فاصل، فبالتالي اللمبة فاصلة اهو. بصوا كده، اول ما الغطس ينقل الناحية دي رجع نور. يبقى انا لما بعمل مفتاح الغطس اوتوماتيك معنى كده ان الغطس بيشتغل على التايمر، ولما اعمل مفتاح اوتوماتيك، لما اعمل المفتاح مانيوال معنى كده ان الغطس بيشتغل على الترموستات بغض النظر عن ان التايمر بيعد ولا مش بيعد. ده فيديو سريع للوحة، وانا تحت امركم لو في اي استفسار خاص بتشغيل اللوحة او او بالتحكم في اللوحة بصفة عامة. الفاج الاستثمار الداجني.